مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بقناتي كوكينج وذ صفاء. إذا كنتوا عم تشوفوا فيديوهاتي لأول مرة بتمنى منكم تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. وصفتنا لليوم هي وصفة جديدة، نكهة طيبة وشكلها بياخد العقل. رح نساوي أقماع التورتيلا اللي محشية بالدجاج والخضار. حنحتاج دجاج وخضار وجبنة كريمي ودبس بندورة وجبنة قشقوان وخبز التورتيلا اللي هو أساس الوصفة. طبعا كل المقادير رح تكون موجودة بصندوق الوصف. تابعوا هالفيديو وشوفوا كيف رح نطبقه. أول شي بدي أقلي الدجاج بمعلقتين زيت. طبعا صدور الدجاج فيكن تقطعوها بهاي الطريقة وفيكن تقطعوها مكعبات صغيرة، فهذا الشي بيرجع لكم. رح قليهم لحتى يتقلوا منيح وينشف المي وبضيف البصلة. بس تدبل البصلة رح ضيف عليها الخضار اللي هنن جزر مبروش وفلفلة خضرا، وبقلبهم مع بعض لحتى يستووا. شوفوا الألوان ما أحلاها. أنا بكل طبخة بطبخها الألوان هي اللي بتجذبني أكتر شي. هلأ بدنا نضيف البهارات. رح ضيف فلفل أسود وفلفلة حمراء وزنجبيل وكاري وبهار وتوم بودرة وملح، وبقلبهم كلهم مع بعض. بعدها رح ضيف عليهم معلقة دبس بندورة وبخلطهم سوا. بتركن على النار من 4 ل5 دقايق لحتى أتأكد إنه أخدوا طعم دبس البندورة. وآخر خطوة بطفي النار وبضيف عليهم معلقة كبيرة جبنة كريمي وبخلطهم مع بعض لحتى أتأكد إنه توزعت الجبنة على كل قطع الدجاج. وهيك صارت جاهزة عندي. هلأ بدي أحشي أقطاع التورتيلا فيهن. وما تنسوا إنه كل المكونات والمقادير رح أتركلكن إياها بصندوق الوصف. أول شي قسمت رغيف خبز التورتيلا لنصين ولفيته بهذا الشكل وثبتهم بشوي جبنة كريمي. وفيكن أكيد ثبتوها بطريقة تانية، بتحطوا عود خشب وبتثبت معكن، والطريقتين مضمونين وما رح يفكوا معكن أبدا. أنا حشيتهم بهاي الطريقة. حطيت أول شي جبنة قشقوان وضفت عليها خس ونزلت عليهم الدجاج. بحاول إني نزل الدجاج للآخر لحتى أحصل على أقماع محشية من أولها لآخرها. وانتو فيكن تحشوها بالطريقة اللي بتحبوها، يعني فيكن كمان تخلطوا الخس مع الدجاج وتحشوها، فهي الشغلة بترجع حسب الرغبة. انتو كيف بتحبوا حشوها. لحتى أحضر الصوص المناسب جنب الأكلة حطيت معلقتين لبن ومعلقتين لبنة. بضيف عليهم معلقتين طحينة ومعلقتين مايونيز وبخفقهم كلهم مع بعض. بعدها رح أضيف عليهم معلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة فلفل أسود. وآخر شي بضيف عصير نص ليمونة وبخفقهم كلهم مع بعض. وهيك بصير عندي صوص جاهز. سخنت التيفال على نار وسط وقليت الأقماع لحتى تشقروا وصار لونهم ذهبي وذابت الجبنة بنفس الوقت. وهي وصفتنا لليوم. بتمنى تكون نالت إعجابكم وتكونوا استمتعتوا بالفيديو. إذا حبيتوها اعملوا لايك للفيديو وشير. ما تنسوا تفعلوا الجرس واستنوني بوصفات جديدة. يلا باي باي.